السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعود إليكم من جديد. فالأمر جد خطير، الأمر جد خطير. لا أعرف إلى أين سيتجه الأمر، فالأمر أصبح خطر على المجتمع المصري وعلى الدولة المصرية وعلى الرياضة المصرية. سمعت منذ قليل فيديو من التلفزيون الجزائري يتكلمون عن هذا السفيه الذي أساء لكل الدولة من رأسها لأسفلها. فنجد بالأمس بالليل الوصلة الدائمة، وأخذ المذيع والإعلامي إبراهيم فايق حقه ونصيبه من الشتائم وسب الأم، وتلاه أو سبقه في اليوم السابق أستاذ خير رمضان، هذا الصحفي الخلوق المحترم، سب بأقذر الألفاظ. لا أعلم بصدق، لا أعلم أين الهيئة العامة للإعلام ولا كرم جبر ده شغلته إيه، محطوط ليه. أنا مش عارف برضو الدولة إيه سيستم الدولة لما يلاقوا مسؤول زي كده لا يتدخل. الدولة سايباه ليه؟ شغلته إيه؟ ده بيساعد على انتشار الفساد والبذاءات. يأتي بعد كده وزير الرياضة. فينك؟ أين أنت يا وزير الرياضة؟ انتوا خايفين تتشتموا؟ انتوا بتهينوا الدولة كده يا مسؤولين. الدولة كده ما تبقاش لها قواعد. انتوا ايد الدولة. احنا نلجأ لمين؟ لجأنا إلى الله، ثم أنتم يا مسؤولين. الدولة حطاكوا عشان خاطر تنصروا الحق، تنصروا الصح. انتوا بتسيئوا للدولة وبتسيئوا لنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني بحاول أعرض على وزير الرياضة إن يغير قانون الرياضة ويحط فيها بند يشترط إن رؤساء الأندية يكونوا رياضيين، يكون رياضي فاهم الرياضة. لكن انتوا جايبين لنا واحد لا فاهم رياضة ولا فاهم إدارة ولا فاهم أي حاجة. ده شغلته كده المفروض تتكتب بطاقة نوع العمل: سباب، لعان، شتام. تخصص لعان، شتام، تخصص السب بالأم. والله يعني أنا مش عارف أنا إزاي حتى لاعبي الزمالك القدامى القمم أساطير الزمالك فين؟ حاول ما بيظهروش ليه بانتخابات، يعني ما بيظهروش حتى كمنتخبين. يا جماعة يا رؤوس الإهرامات، انتوا من إهرامات نادي الزمالك راحت فين؟ كباتن الكبيرة فين؟ سبحان الله، ما يقف واحد منهم والكل يقف جنبه، كل الدنيا تقف جنبه يا جماعة وتساعده. لك الله يا نادي الزمالك. فين جمهور الزمالك؟ المفروض جمهور الزمالك يبقى ليه وقفة. يا جماعة ارحموا نادي الزمالك.